لك هاخد الكلمة الأخيرة منك إذا أستاذ خالد يعني في هذه اللحظة الراهنة، يعني ربما يعني رسالة اختار من شئت لكي تبعث بها إليه وماذا تقول فيها؟ يعني بقول للناس اللي بتمارس سياسة، نعم. السياسة يا جماعة هي فن الممكن، السياسة هي فن الممكن، نعم. فابحثوا عن الممكن. وإلى الثوار التخريب والمنشآت العامة خط أحمر. مش معقول أبدا أنت هتكسر الحاجة دي النهاردة وبكرة هتتعمل برضه من فلوسها. ما ينفعش. نعم. تخريب المنشآت العامة وممتلكات العامة خط أحمر. العنف عموما خط أحمر. ربما كلمة خط أحمر فقدت يعني وقعها عند جمهورنا، لكن دي حاجتك، يعني خلي بالك منها. دي حاجة مصر، يعني إذا مستشفى أو مجمع علمي أو حتى مدرسة دي حاجتنا كلنا، شارع طريق ده حاجتنا كلنا. من فضلكم خلي بالكم من مصر. انتوا عايزين ايه غير مصر؟ لو عايزين مصر يبقى بلاش نخرب، بلاش نخلي دماءنا تسيل تاني. فكرة خط أحمر سمعناها كتير جدا، مفيش حاجة بتحصل. فخلينا أقول بس إن فعلا دي حاجتنا، دي حاجة مصر، بلاش لازم نخاف عليها. نعم. والشيء الأخير إن مأساة جدا إن من أتى بديمقراطية لا يمشي الا بالديمقراطيه. نعم. هذا احترام ايضا اظن انه لمصر عشان اللي يجي بعد كده من شئتم بشكل رائع ومبهر، مش بشكل دموي. في انتخابات يا جماعه، صحيح. انتخابات سقطت عليك انك توعي كل من حولك ازاي يختار، وقبل ما يختار ليه؟ يختار مين؟ بدل ما نعور بعض ونجرح بعض ونموت بعض تاني ليه؟ يعني من فضلكم يعني فورا، ولسه عندنا وقت، وعي كل اللي حواليك ان هو ما يختارش غلط تاني، ما يختارش غلط تاني، يختار صح. ازاي؟ قول له يختار وهو مقتنع ازاي، ويبقى في اختيارات قدامه، ما يبقاش في اختيار واحد. يعني ربما ما نلومش على اللي اشتغل، حتى لو اشتغل بشيء من ال يعني التحايل، لكن نلوم على اللي ما اشتغلش. انت ما اشتغلتش خالص، اتفضل. طب ما تتحايل انت كمان. نعم صحيح. فهي دي أنا بشكرك يا جماعه السياسه فن الممكن. السياسيون اليوم لا يمارسون الممكن. ابحث في المنطقه الوسطى. المنطقه الوسطى المفروض احنا كادباء احنا كادباء وكمثقفين دي مش بتاعتنا. احنا دايما ندور على المثل الاعلى، دايما احنا بيتهمونا يعني اخواننا السياسيين ان احنا دايما نبحث عن اليوتوبيا. لا، انتوا بتوع فن الممكن، ابحثوا عن الممكن ارجوكم. شكرا جزيلا استاذ خالد البوهي، الشاعر والناقد وعضو اتحاد كتاب مصر ومدير صالون عبد الله نديم بالاسكندريه. شكرا جزيلا لك. شكرا ايضا مشاهدينا في ختام هذا اللقاء لضيفنا الاستاذ اسامه بدوي، الشاعر وعضو ندوه فضفضه بكرمه ابن هانئ. شكرا جزيلا استاذ اسامه. شكرا لك. شكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام. كنا مع حضراتكم في رحاب معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته رقم 44 تحت شعار حوار لا صدام. ضيف شرف المعرض هذا العام هي دولة ليبيا الشقيق. يعني نحن ندعو لمصر أن يحفظها المولى سبحانه وتعالى ويحفظ شعبها، وإحنا علينا أن نفكر قبل أن نفعل أي شيء، هل هذا لصالح مصر أم ضد مصلحة مصر؟ نتمنى أن نجتمع كلنا لصالح هذا الوطن. مش محتاجين دماء جديدة تنزف على أرض هذا الوطن الغالي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.